الحسن الثاني توفي مساء اليوم في مستشفى ابن سينا في العاصمة المغربية، وقد نعاه ولي العهد سيدي محمد قبل قليل، وكان الملك الراحل نقل إلى المستشفى ظهر اليوم على أثر إصابته بالتهاب رئوي حاد. وبدأت محطتا التلفزيون المغربي بث آيات قرآنية منذ بعد ظهر اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بقلب مؤمن بقضاء الله وقدره ونعي إلى الشعب المغربي الأبي وإلى الأمة المغربية العربية والإسلامية وإلى العالم أجمع وفاة قائد عظيم ورجل من رجالات العالم الأعلام وملك من ملوك المغرب العظام، صاحب الجلالة والمهابة، المغفور له الحسن الثاني قدس الله روحه، يومه الجمعة على 4:04 إثر نوبة قلبية نتجت عن مضاعفات لم ينفع معها علاج. وإنني بهذه المناسبة الأليمة أتوجه بخالص العزاء إلى الشعب المغربي الوفي الذي عبر دائما عن حبه وولائه وإخلاصه لهذا الملك الهمام، كما أدعوه إلى التحلي بالصبر والثبات مصداقا لقوله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا هم أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. رحم الله فقيدنا العزيز وأسكنه فسيح جناته وجعله في مقام صدق عنده مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصف بأنه من أذكى الساسة العرب في العصر الحديث وأقدرهم على البقاء. كان يملك الخبرة ويحسن حسابات الربح والخسارة في السياسة. ولد الحسن الثاني في الرباط في يوليو عام 29. درس القرآن الكريم والعلوم الدينية في القصر، واستكمل دراسته الثانوية في الرباط والجامعية في بوردو بفرنسا، حيث حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون عام 51. نشأ في بيئة تميزت بالوطنية والبطولة والتضحية فداء للوطن، وشهد منذ صباه أحداثا تاريخية عظيمة. فقد حضر مع والده عام 43 مؤتمر أنفا، حيث قابل الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل، والحرب العالمية الثانية لا تزال مستعرة. وشارك والده عام 47 زيارته التاريخية إلى طنجة، حيث ألقى الملك محمد الخامس خطابا طالب فيه باستقلال البلاد. أما الأمير اليافع فحث الشباب على الاستعداد لتحرير البلاد. وفي أغسطس عام 53 نفت سلطات الحماية الفرنسية الملك وأفراد عائلته إلى كورسيكا، ثم نقلتهم في يناير عام 54 إلى مدغشقر. وأثناء حياة المنفى عمل الأمير مستشارا لوالده. وبعد العودة من المنفى شارك والده التفاوض مع الفرنسيين من أجل الاستقلال. وبعد إعلان الاستقلال عين الملك محمد الخامس نجله قائدا لأركان الجيش الملكي عام 56، ثم عينه وليا للعهد في يوليو عام 57. تولى الحسن الثاني العرش يوم 3 من مارس عام 63 بعد وفاة والده، ومنذ ذلك الوقت سعى إلى بناء دولة عصرية وإقامة المؤسسات الدستورية إقليميا ووطنيا. لكن خصومه كثيرا ما وصفوه بالاستبداد لربطه مراكز السلطة في البلاد بشخصه، ولتعطيل المؤسسات الدستورية كلما حاولت التحرر من قبضته. لكنه كان دائما يخرج منتصرا على خصومه ومنتقديه، كما نجا من محاولات اغتياله أو الانقلاب عليه. وفي عام 75 نظم الملك الحسن الثاني المسيرة الخضراء التي دخلت الصحراء الغربية بعد جلاء قوات الاستعمار الإسباني، ونجح بها في ضم أغلب أراضي الساقية الحمراء ووادي الذهب، معتبرا إياها جزءا تاريخيا من المملكة.
وسمح الملك بإيجاد مناخ سياسي جديد في التسعينات، حيث فتح ملف الإصلاحات الاقتصادية والمالية ومعالجة قضية الحريات العامة في المغرب، وتمكين المنفيين من العودة إلى الوطن، وتفكيك مؤسسات الاعتقال غير القانونية، وإنشاء وزارة خاصة بحقوق الإنسان. وأثمر ذلك خوض البلاد تجربة سياسية تعددية حقيقية تقبل التناوب على السلطة، ووصلت المعارضة فعلا إلى الحكم، كما تجسد ذلك في تولي عبد الرحمن اليوسفي رئاسة الحكومة عام 98. وعلى الصعيد الدولي أدى الحسن الثاني دورا مرموقا، فقد قاد عام 60 وفد بلاده إلى الدورة 15 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وشارك في السنة نفسها إلى جانب والده في المؤتمر الأول للدول الإفريقية المستقلة الذي عرف تاريخيا باسم مجموعة الدار البيضاء، ورأس عام 71 قمة منظمة المؤتمر الإسلامي بعد حادث حريق المسجد الأقصى. وفي عام 72 رأس القمة 9 لمنظمة الوحدة الإفريقية، كما رأس القمة العربية أكثر من مرة. وانتخب عام 79 رئيسا للجنة القدس التي شكلتها منظمة المؤتمر الإسلامي، التي ترأس قمتها الرابعة في الدار البيضاء في يناير 84. ورأس عام 89 القمة التأسيسية لاتحاد المغرب العربي في مراكش، كما رأس الجلسة الطارئة لمجلس الاتحاد عام 93. كان الحسن الثاني مثقفا يوصف بسعة المعرفة وتنوع الاطلاع، ملما بالعمارة والعلوم والطب والتكنولوجيا، وقد سجل باسمه براءات اختراعات عدة، وألف عام 76 كتابا بعنوان التحدي ترجم إلى عدة لغات. وفي عام 93 صدر كتاب الحسن الثاني مذكرات ملك باللغتين العربية والفرنسية، وهو ثمرة سلسلة من المقابلات مع الملك، واعتبر وثيقة تكشف تأملاته وآراءه فيما يتعلق بالسلطة والملكية في المغرب، وانطباعاته عن شخصيات مغربية وأجنبية عديدة قابلها خلال حياته.